السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشر مبروك للجميع. جولة خفيفة في مدينة تمارة وفي السوق بيع الخروف في مدينة تمارة. نشوفوا الأجواء ونسولوا على الأثمنة ديال السوق. حاولوا ما أمكن أننا نشوفوا السوق كيفاش داير، واش فعلا الثمن خافض ولا مازال مرتفع. نتمنى جميع الأسر المغربية أنها تعيد وحتى واحد ما يضيع. صراحة هاد العام كما قال واحد الصديق أنه زايد واحد النغزة شي شوية، واحد النسبة ديال 30% ديال الثمن ديال بيع الخروف. ما بقاش نرجعوا اللومه للكساب ونرجعوا للمواطنين كذلك اللومه، فالدوله هي اللي مسؤوله على هذا الارتفاع ديال هاد الاغنام. تنشوفوا المخطط الاخضر، تنشوفوا الدعم ديال الفلاح، تنشوفوا مجموعه ديال الامور. الفلاح تيقول لك انا ما تنشوف حتى شي حاجه من هذا الشيء اللي تتقولوا الدوله، لذلك انا تنبقى مضطر انني نبيع بالثمن اللي غادي يناسبني انايا باش ما نضيعش في حقي. ماشي انايا واحد العام وانا تنعلف في الاخير نخسر فيه، لان راه المشكله ماشي الان غير العلف، حتى المقابله ديالو راها مسؤوليه كبيره ديال الفلاح. راه يموت لك غير واحد ولا جوج الله يحفظ تتولي داخل في الخساره. كاينين اسر الان مازال ما شراتش العيد وباقي عندها امال ان غدا ان شاء الله سوق بيع الخروف انها تنخفض. ما كرهناش كاع، لان مجموعه ديال الناس باقي حايرين واش غيشريو ولا ما غيشريوش. نحاولوا ما امكن اننا ندخلوا وسط السوق. غتلقاونا في الفيديو الثاني ان شاء الله.